ياه، ده الواد عامل حتة بيت ولا المطبخ. كان نفسي يبقى عندي مطبخ زي ده. يا بخته بالمطبخ ده، يا بخته بالبيت الجميل ده. يا في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، سنة جميل بتقول لأحمد زكي كده: الناس بقت وحشة قوي يا سعيد. الناس بقت طول الوقت بتقارن نفسها ببعض، طول الوقت بتبص على اللي عندك وعايزاه يروح ويزول عشان يبقى عندي، طول الوقت بتغير من بعض. في مثلث كده مرعب لو دخل في حياتك وفي علاقاتك وسيطر عليك هيدمر حياتك. بتبتدي بالمقارنة، الغيرة، الحسد. اصحى للمثلث ده، لانه في وقت بيبتدي ببساطه انا بقارن نفسي بايه اللي عندك وايه اللي مش عندي، بس بينقلك على غيره وبعد كده بينقلك على حسد. وفاكرين زمان الحسد خلى الانسان يقتل اخوه. اصحى. السر في ده ان احنا اتربينا ان لازم اكون احسن من كل اللي حواليا، ان لازم اكون انا الافضل. على فكره مش لازم، انا ممكن ابقى اشطر في حاجه بس اللي قدامي اشطر في حاجه تانية. اقول لك على طريقه عمليه تساعدك تقتل ده جواك. اول ما تلاقي حد عنده حاجه جديده ادعي له، صلي له. صعبه صح؟ بس ادعي له. لما تلاقي واحد جاله عربيه اول حاجه بتيجي جواك ياه شوف العربيه عملت ايه، وتحصل غل جواك. عايز اشجعك ادعي له، قول له يا رب احفظه في عربيته، احفظ بيته، احفظ حياته. كل مره تحس بغيره، بحسد، بحقد، بمقارنه تجاه حد ادعي له.